ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده قرص الافران ام سمسم وسكر. هنعملها بعجينه اقتصاديه جدا ومقادير وطريقه مظبوطه 100%، احلى من بتاعه الافران اللي بتشتريها بكتير. لو عملتي الطريقه بتاعتي اللي هتشوفيها في الفيديو هتطلع مفرغه زي ما انت شايفاها كده من جوه، والحشوه بتاعتها بتدوب في البق دوب. شايفين شكلها؟ وكمان من نص كيلو دي عملنا كل الكميه اللي انت شايفاها دي. في الفيديو كمان هقول لكم على كل البدائل اللي ممكن تستخدميها لو مش موجوده عندك. بس قبل ما نبدا الفيديو مع بعض، دي قناتي يا ريت تشتركي فيها، ولو عجبك الفيديو لايك وشير. يلا بقى نبدا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا المقادير بتاعتنا. ده نص كيلو دقيق منخول كويس جدا، نخلاه مرتين، بنخله مرتين عشان خاطر ايه يبقى فيه تهويه يعني. ومعانا هنا كمان فنجان كبير من الزيت، والزيت يكون نظيف ملوش ريحه، وكوبايه ميه تكون دافيه، ومعلقتين كبار سكر، وحليب بودر، فنجان حليب بودر، وكيس الخميره. ومعانا كمان معلقه ملح. جبنا معلقه الملح دي اول حاجه دوبناها على الدقيق وحطيناها على جنب. بعد كده هنجيب كوبايه الميه بتاعتنا ونحط عليها السكر والخميره، ونبدا بقى نقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده جامد كده، لحد ما ايه الخميره والميه والسكر يمتزجوا كلهم في بعض. بعد كده بقى بجيب الحليب البودر واقلبه، احطه عليه برضو واقلبه، واجيب ايه معايا فنجان الزيت الكبير او كوبايه، يعني فنجان او كوبايه. وزي ما قلت لك لازم يكون زيت نظيف، يعني يكون زيت ملوش ريحه. وابدا بقى اقلب كده. هنلاقي الخميره بتاعتنا طلعت فقاقيع كده زي ما انتم شايفين. هنبدا بقى ايه نحط عليها الدقيق اللي احنا ناخلين ونقلبه. طبعا البدائل اللي عندنا، لو انت مثلا ما عندكيش حليب بودره مش لازم تستخدميه عادي، ما فيش مشكله. لو عندك سمنه وما عندكيش زيت تستخدمي سمنه بدل الزيت برضو ما فيش مشاكل. لازم نسهل ايه على نفسنا، الموضوع سهل جدا يعني. وهنبدا بقى نعجنها كده بالشكل ده. لو عندك عجان حطيها في العجان، ما عندكيش ايه هتعجني على ايدك، بتاخد حوالي 10 دقايق. طبعا واحنا بنعجن لو حسينا انها محتاجه ميه بنزودها، لان مش كل الدقيق زي بعضه. انا بستخدم ده، والدقيق اللي انا مستخدماه دوت اللي هو متعدد الاستخدامات، انا بستخدمه في كل حاجه لانه بينفع في كل حاجه. انا شلته من البوله وبدات بقى اعجنها كده على الرخامه، عشان خاطر اولا بتبقى اسهل في العجين، وعشان ايه نعجنها تطلع ايه يعني نعجنها بتطلع بالشكل اللي انت شايفاه ده. زي ما قلت لك بتاخد في العجن بتاعنا حوالي 10 دقايق. بعد كده بقى هنجيب البوله بتاعتنا وندهنها زيت، ونحط فيها العجينه، وندهن كمان العجينه الوش بتاعها زيت، ونغطيها ونسيبها، عشان خاطر احنا في الصيف هنسيبها نص ساعه. لكن لو انت في الشتاء مثلا بتسيبيها ساعه، ساعه ونص. لكن زي ما انت شايفه الجو حر جدا، فقعدت نص ساعه وخمرت، هغطيها واسيبها. بعد كده بقى هنبدا نعمل الحشوه بتاعتنا. الحشوه بتاعتنا عباره عن ايه؟ هنجيب 3 معالق سكر او 4 معالق سكر حسب طبعا الكميه اللي انت عاملاها. وبعد كده هتجيبي معلقتين دقيق وسنه بسيطه جدا من القرفه. لو ايه عندكم ما بيحبوش القرفه قوي، لو مثلا ولادك مش بيحبوا القرفه قوي، لو بتحبي القرفه قوي زودي في القرفه. دي بقى الايه اللي احنا هنحطها على الوش عشان خاطر السمسم يلزق معانا وما يقعش وتبقى زي بتاعه الفرن بالظبط. هنجيب معلقتين عسل اسمر، عسل اسود يعني، وبعدين نحط عليهم ميه ونقلبهم كويس جدا ايه لحد ما يدوب العسل، يدوب في الميه زي ما انت شفتيه كده. ونحط السمسم بتاعنا. لو انت بقى ما عندكيش عسل اسود ممكن تعملي ميه بسكر عادي جدا. دي العجينه بتاعتنا بعد نص ساعه خمرت اهي. طلعتها وفرغتها من الهواء، وهبدا بقى ايه اقطعها لدوائر صغيره. شوفي الطريقه اللي هنقطع بيها اهيت، بتعمليها كده في ايدك. ببدا اوزنها. انا هعمل القرصه من 40 ل 45 الوزن بتاعها. لو انت ما عندكيش وزن، الطريقه بصي اللي بعملها دي كده، بتطلعي كده كره كده اهي، بتطلع نفس الوزن بالظبط. انت بتضغطي على العجينه بالشكل اللي انت شايفاه في التصوير دوت، بتطلعيها بنفس الوزن ده، يعني قد البيضه. انت بالويم كده لو انت ما عندكيش ميزان هتعرفي انها ايه قد بعضها، يعني وهي محطوطه جنب بعضها كده هتعرفي انها قد بعضها. انا زي ما قلت لك في الاول ان لو انت ما عندكيش عسل اسود، ده بالنسبه للسمسم بتاعنا عشان خاطر يلزق، ممكن عادي تجيبي ميه بسكر، ميه وتدوبي فيها 3 كوبايات ميه، وتدوبي فيها 3 معالق سكر وتستخدميها زي ما انت هتشوفي هنستخدمها ازاي دلوقتي. دي كميه كلها اللي احنا عملناها، عملت تقريبا حوالي 22 قرصه او 23 قرصه. ده نص كيلو دقيق. هنجيب بقى الصاج بتاعنا اللي هنسوي فيها، ندهنه دهنه زيت بسيطه جدا جدا جدا، يعني حاجه كده ايه لا تذكر، بس عشان ايه ما يلزقش. ونبدا بقى نجيب الايه الكور بتاعتنا اهي، هنبططها. هنجيب بقى معانا السمسم والعسل الاسمر اللي انا حطيته. ليه بقى احنا بنحط دي على السكر زي ما قلت لك؟ عشان خاطر السكر يدوب جوه، ما يبقاش متكتل. لو ما حطيتيش معلقه الدقيق دي السكر هيبقى متكتل جوه القرصه.
ولو عندك دقيق سميد اللي هو بتاع البسبوسه ممكن تحطي برده مع السكر، مش لازم دقيق عادي، برده بيبقى تحفه جدا، بس انا عشان مش عندي حطيت من الدقيق العادي. هنبدا بقى نجيب الكور بتاعتنا نفردها زي ما انت شفتي كده، وبعد ما نفردها نحط فيها الحشوه اللي هي السكر بتاعنا، وبعدين ايه نلفها زي ما انتم شايفين كده، نبططها ونلفها من فوق، عارفه زي البقجه كده من فوق بتربطيها اهي، شايفه الشكل ده كده اهو، اديني عملتها اهو. وهبدا بقى الفها بالشكل اللي انت شايفاه ده، واعمل لها ايوه زي بوس كده من فوق، واضغط عليها جامد. ليه اضغط عليها؟ عشان ما تفكش وهي بتستوي والسكر ينزل منها، وبعدين احطها في العسل، وبعدين احطها في السمسم، وبعد كده ارصها في الصاج. انا عملت الكميه كلها اهي، سهله جدا اهو. بتبططيها وتحطي السكر في النص، بصي بتعمليها ازاي، شايفه المنظر ده اهي، وتضغطي جامد وانتي شغاله، بتضغطي عشان ما تفكش منك. سهله جدا ما بتاخدش وقت خالص. ونبدا بقى نحطها في العسل والسمسم كده. الكميه كلها خلاص خلصت معانا اهو. برضو انا عملت لك كذا واحده عشان خاطر تاخدي بالك من الضغطه دي عشان ما تفكش منك، لازم الضغطه دي مهمه جدا. وممكن بدل لو انت عندك حليب وعايزه تعجنيها بحليب، تعجنيها بحليب، مش لازم ميه، ساعتها بقى مش هتحطي ايه الحليب البودر. احنا حطيناها بقى في الصاج اللي هنسوي فيه. هبدا بقى بعد ما خلصتها كلها، هبدا بقى اضغط عليها لان هي بتبقى مكببه كده، فانا هضغط عليها اسويها كلها ببعضها ضغطه بسيطه خالص كده. وطبعا ما تنسيش وانت رصاها بتبعديها عن بعضها لان هي بتخمر، فاما بتخمر بتكبر شويه. وهغطيها واسيبها كمان ربع ساعه او تلت ساعه، لان زي ما قلت لك الجو حر. وبعد كده بقى نحطها من الفرن. في الفرن طلعت بقى بالشكل ده اهو، بس سخنه جدا مش عارفه امسكها. بتحطيها في الفرن برضو، النار بتاعتنا بتبقى عاليه جدا، بتعلي الفرن، بتعدي الفرن على اعلى حاجه، وتسيبيه حوالي 5 دقايق، وبعدين تحطي الصاج. وبعد ما تلاقيها احمرت من تحت او بدات لونها يحمر من تحت، بتروحي قايده عليها الشوايه 5 دقايق بس. بتطلعيها بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. اول ما بنطلعها بنغطيها شويه عشان البخار بتاعها ينزل عليها وتبقى طريه. بتطلع بقى جميله. شايفين الجمال؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ بصوا الحشوه، بصوا الحشوه من جوه عامله ازاي اهي، زي بتاعه الفرن بالظبط. طبعا انا حاطه سنه قرفه مش كبيره اهو. شايفين الجمال بتاعها؟ وحاجه كده طعمها تحفه. اتمنى الفيديو يعجبكم، ويا ريت تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم فيها، وان شاء الله اشوفكم في وصفات جديده.